شايفين يا الجمال والحلاوة؟ شايفين يا جماعة الحلاوة دي؟ شايفين ايه الطعامة دي؟ شايفين الجمال؟ شايفين البريوش كده وجماله؟ عايزين نعمل بقى البريوش الجميل ده ونشوف بقى طريقتنا هنعمله ازاي. وصلي بينا على النبي حبيبنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلاة تهدينا وتغنينا وترضينا. ونبتدي مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف بقى الحلاوة والجمال بقى اللي احنا عاملينه دون هنعمله ازاي. شايفين كده؟ شايفين الجمال؟ شايفين حاجه كده مفيش بعد كده، حاجه كده من الاخر. شايفين عجينه قطنيه في منتهى الجمال. شايفين عامله ازاي؟ هنبتدي مع بعض بقى ونعمله مع بعضينا ونشوف بقى طريقتنا الجميله هنعمله ازاي. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله بقى ايه ايام دلوقتي، ايام خير وسعاده وفرح وكده، وان شاء الله كده تكون ايام خير علينا كلنا. طبعا المدارس بقى احنا في مدارس، وهنعمل بقى النهارده بقى مع بعضينا طريقه بقى سهله وجميله لحاجه كده كلنا بنحبها وولادنا بيحبوها. طبعا هم طبعا طول ما هم قاعدين بقى عايزين ياكلوا ايه فطاير، وعايزين ياكلوا حاجات حلوه، يخرجوا في الشارع عايزين يشتروا. فاحنا النهارده بقى هنعمل مع بعضينا ايه طريقه البريوش، اللي هو زي الشوريك كده اللي احنا بنشوف الفرام الملفوف ده الحلو ده. طبعا هنعمله بقى بطريقه جميله وبطريقه سهله في البيت كده حلوه تعجبنا تعجب ولادنا ويفرحوا بيها، والبيت كده يبقى ريحته جميله كده وكله خير كده وسعاده. الحاجات المعجنات دي لما بتتعمل في البيت تحس ان بيعمل فرحه كده في البيت، والولاد كده بتحبها وبتحب ريحتها. فاحنا النهارده بقى نعمل مع بعضينا بطريقه بقى سهله وبسيطه كده البرش بتاعنا. طريقته جميله خالص ويعني سهله وبسيطه، بس المهم انت بس تدخلي المطبخ كده وحاولي مع نفسك تعملي، هتلاقي الحاجه طلعت معاكي جميله وتحفه. فاحنا النهارده بقى هنعمله لانه يعني ايه يتشرب بقى مع الشاي، تاكليه مع اي حاجه جميل وفي منتهى الجمال، تحسي ان انت كده بتاكلي قطن كده. فاحنا النهارده بقى هنعمله مع بعضينا. هنشوف بقى دلوقتي احنا معانا كيلو دقيق، هنحتاج كوبايه الا ربع سكر، وهنحتاج طبعا نص كوبايه زيت وعليه معلقه سمنه بلدي. ممكن لو ما عندكيش سمنه بلدي ممكن زبده، ممكن زيت بس مفيش اي مشكله. وهنحتاج طبعا معلقه ونص خميره، ولو عندك لبن بودره حطي، ما عندكيش ما تحطيش، بس المهم ايه عايزين كوبايه لبن عادي وكوبايه ونص ميه حاطينهم اهو مع بعضهم اهو هنا. وهنحتاج طبعا بيضه، وهنحتاج طبعا فانيليا، باكو فانيليا. وكله غذا بقى، اي حاجه انت بتحطيها كلها غذا بقى لاولادنا، غير لما بنشتريها من الفرن طبعا مش حاطين الحاجات دي كلها. فاحنا دلوقتي ايه كل اللي انت بتحطيه بيبقى غذا وكله مفيد وكله حاجه كويسه ايه للطريقه وللحاجه اللي انت بتعمليها في بيتك. فاحنا دلوقتي بقى ايه معانا مكوناتنا اهو. هنحط طبعا نص معلقه ملح صغيره، وهنحط طبعا اهو معلقه البيكنج باودر. طبعا هنحط المكونات الجافه كلها مع بعضها. هنحط اهو معلقه اللبن البودره، والمعلقه ونص الخميره الفوريه. طبعا احنا عارفين انها ايه بتبقى كويسه، انت عايزه تشوفي صلاحيتها انها ايه كويسه. ونقلب بقى كده المكونات الجافه كده مع بعضها. هنحط الفانيليا برضو، دي طبعا ريحه جميله. الفانيليا بقى دي تخليه طعمه ايه وريحته في منتهى الجمال كده. يبقى احنا ايه حطينا بقى ايه المكونات كده الجافه كده كلها مع بعضها. خلاص كده ايه نركنها دي على جنب كده. وهنا بقى في دي ايه نعمل البيضه، نكسر البيضه بتاعتنا، وهنحط بقى طبعا السكر، وهنقلب بقى الحاجات دي كلها كده مع بعضها لغايه كده ما يندمجوا مع بعضيهم. وبعد كده بقى ننزلهم على ايه الخليط الجاف كله مع بعضه كده، بس يكون ايه ما تكون البيضه بدرجه حراره المطبخ، عشان لو بدرجه حراره من التلاجة تلاقيها سقعت معاكي العجينه وبوظ ايه الخميره. فاحنا دلوقتي عايزينها ايه يبقى ايه كله كده مع بعض. دلوقتي احنا بنقلب اهو حاجه كده تطلع معاكي حلوه وجميله وفي منتهى الجمال. لما قلبنا خلاص كل المكونات بقى السايله مع بعضها، هننزل بيها بقى كده في العجينه بتاعتنا.
طبعا لو عندك عجان اعملي بالعجان، ما عندكيش عجان بايديكي عادي كده زي ما انا بعمل. طبعا السمنه بقى، حبه السمنه احنا طبعا حاطين معلقه سمنه على ايه، نص كوبايه زيت. ممكن تستغني عن السمنه لو ما عندكيش السمنه، عايزه تحطي ايه معلقتين زبده اي نوع تحطيه مش مشكله، كله هيطلع معاكي حلو وتطلع معاكي الحاجه جميله. نقعد نقلب طبعا. وايه الزيت ده هنحطه ايه اخر حاجه بقى، بعد ما العجينه ايه تبقى كويسه معانا كده ننزل بقى ايه بالزيت بتاعنا. طبعا احنا مش هنزود اي حاجه بقى تاني، لو العجينه بقى ايه يعني جمدت معانا، احنا عايزينها عجينه كده طريه مش ملزقه قوي بس تكون طريه تكون حلوه. احتاجنا شويه ميه تاني هنحط، ما احتاجناش خلاص. المهم نفضل بس نعجن فيها ايه عجنه كويسه كده لغايه ما كله ايه يمسك مع بعضه، ونكملها كده ونشوف هتحتاج حاجه تاني بقى كده ولا لا. دلوقتي خلاص بقى هنحط بقى ايه الزيت بتاعنا، ونكمل بقى ايه عجن كده فيها. لو احتاجت منك يعني رشه دقيق صغير ترشيها، بس انت تفضلي اعجني فيها كده لغايه ما تحسي انها عايزه، عشان ممكن تكوني لسه بتعجني فيها ولقيتيها برضو ايه مش محتاجه فما تحطيش، لان ممكن انت تحطي وهي برضو مش محتاجه. يعني كل ما بتعجني فيها كل هي ما بتلم مع بعضها وتبقى حلوه. احنا اهو عمالين نعجن فيها اهو. طبعا الزيت بقى والسمنه اللي احنا حطيناهم في الاخر دول بيخلوها جميله، لانك انت حطاها بقى في الاخر يعني ايه زي ما تكون بتسقيها بيها كده. طبعا كل ما بتعجنيها اكتر بتكون احسن. دلوقتي يا حبايبي بقى زي ما انتوا شايفين كده خلصنا عجن فيها. شوف بقت العجينه طريه وجميله ازاي، ولازم تبقى معاكي كده. لو اتقطعت منك يبقى العجينه ايه مش كويسه، لازم تكون ايه تعمليها كده تلاقيها بصي تفضلي بقى تعجني فيها كده لغايه ايه ما تبقى ناعمه معاكي خالص كده وجميله. دلوقتي ايه هنحطها كده تخمر قيمه نص ساعه كده. طبعا احنا لسه ايه في الصيف يعني ايه هتخمر معانا بسرعه. نحطها كده تخمر وبعد كده ايه نبتدي بقى شغل فيها ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى حبايبي زي ما انتم شايفين العجينه خمرت اهي وبقت جميله. شايفين جميله ازاي؟ دلوقتي بقى ايه نبتدي بقى ايه نقطع فيها، ناخد ايه على قد ما احنا عايزين، والباقي ايه نسيبه ايه نغطيه عشان يبقى معانا حلو ما ينشفش مننا. دلوقتي ايه هنجهز اهو وهنقطعها بقى بالقطاعه ونشوف بقى ايه يا حبايبي بقى هنقطعها اهو. نحاول ايه نقطعها كده ايه مقاس واحد عشان تطلع معانا ايه حاجه ايه كويسه، بقى كله ايه مقاس واحد. طبعا دي طلعت صغننه بقى نحطها ايه مع الايه الباقيين. دلوقتي هنحطهم كده في جنب واحده واحده نعملها بقى. انت طبعا بتحكمي بقى في المقاس زي ما انت عايزه، عايزه تعمليها كبيره عايزه تعمليها رفيعه عايزه تعمليها صغيره براحتك انت. فاحنا ايه هنفضل بقى نلفها كده. شايفين العجينه جميله وطريه معانا ازاي؟ افضلي بقى لفي كده واعملي زي ما انت عايزه بقى، طولي فيها كده. طلعت معاكي جميله كده. نقوم بقى ايه جايبينها كده طبعا دي بنحطها كده تحت كده منها عشان ايه ما تتفكش مننا، ونحط بقى ايه في الصينيه بتاعتنا. وطبعا تسيبي مسافه بين كل واحده وواحده عشان طبعا هتخمر تاني وهتنفش مننا وهي هتكبر. فايه لازم ايه تحطيها ايه بعيد عن بعضها عشان ما يلزقوش في بعضهم بقى ايه يبقى شكلهم مش حلو. فانت بقى ايه زي ما انت شايفه تقعدي تطولي فيها كده زي ما انت عايزه، وعلى الحجم بقى اللي انت عايزاه. كل ما بتطول طبعا معاكي كل ما هتديكي ايه حجم كبير، كل ما بتصغر بتديكي ايه حجم صغير. فانا هحاول اهو بعملها قدامكم مع انها هي عماله تطول مني ايه كتير اكتر من كده، بس انا ايه بحاول اعملها ايه قدامكم. الجزء ده اهو تلفيها كده. شايفين الجمال بقى والطعمه دي؟ طبعا الحته دي بنحطها تحتها كده
شايفين الجمال؟ بريوش ده ولا مش بريوش بقى والجمال بتاعه. ودلوقتي بقى لما يخلص كمان هتلاقيه في منتهى الجمال. شايفين جميله وطعمه ازاي؟ حاجه كده اخر جمال. دلوقتي بقى هكمل بقيه بقى ايه الكميه بتاعتنا وارجع لكم تاني بقى. خلاص احنا خلصنا اهو، فاضل الاخر ايه وحدتين بعملهم اهو. فاضل بقى ايه دي واللي انا بعملها. خلاص بقى ايه كده نكون خلصنا ايه الكميه بتاعتنا. تطلع معاكي كده حاجه جميله وحاجه تحفه. ودلوقتي طبعا انت ما بتحطيها في الصينيه، بتحطيها في صينيه مدهونه زيت عشان ما يلزقش منك. شايفين جمال؟ دلوقتي بقى هوريكم بقى ايه انا عملت قد ايه. وبعد كده بقى ايه ندهنهم. طبعا نجيب كده ايه لبن في كوبايه ولا حاجه وتدهنيهم بيهم بقى. عايزه ايه ترشي عليها سكر هنرش، عايزه نحط عليها اي حاجه هتحطي. وهنشوف بقى دلوقتي هنعمل فيها ايه. هنسيبها تخمر شويه. شايفين الجمال؟ حاجه زنطوطه كده، حاجه طعمه. شايفين عملت معايا بقى دي زي ما انتم شايفين كده، وعملت معايا دي كمان، دي ودي. عملت معايا الصينيتين دول، وفي كمان وحدتين الولاد قالوا لي ايه حط لنا فيها عجوه، فحطيت لهم فيها عجوه. دلوقتي شايفين بقى الجمال عامل ازاي؟ حاجه كده في منتهى الجمال، حاجه تطلع معاكي كده تحفه وجميله ومفيش بعد كده. دلوقتي ايه هنسيبهم يخمروا شويه. شايفين دي بقى اهي كمان. دلوقتي هنسيبهم بقى يخمروا شويه عشان لازم يخمروا كويس قوي. وربع ساعه كده هنسيبهم بقى يخمروا مع نفسهم كده ويرتاحوا، ونكمل بقى ايه هنعمل معاهم ايه. ماشي حبايبي؟ وان شاء الله كده الحاجه تطلع معاكي جميله وسهله. ويعني شوفي تكلفه الحاجات دي كلها مش هتيجي زي تكلفه ان انت تشتري كده وحدتين 3 من الشارع من الفرن ولا اي حاجه لاولادك. يعني تكلفه 2 3 قد تكلفه اللي انت تعمليه في البيت ده، وهتعملي كميه وتعملي حاجه كبيره وحاجه حلوه. وان شاء الله كده يطلع من ايديكم كل حاجه كويسه. دلوقتي شايفين العجينه خمرت وبقت جميله ازاي. عشان كده بقول لكم وسعوا بينهم وبين بعضهم عشان ما يلزقوش. شايفين برضو لزقت مني ازاي؟ فلازم نوسع بقى جنب بعض كده عشان ايه ما يلزقوش ايه في بعض زي ما انتم شايفين كده. طبعا خمرت وبقت جميله اهي وبقت يعني مفيش بعد كده. دلوقتي هدهنها بقى كده بالبيض اللي هو اللبن. مش هنحط بيض بقى لان احنا ايه حطينا جواها بيض، فمش هنحط بيض كل شويه بقى عليها. فاحنا دلوقتي هندهنها بس كده باللبن دهنه حلوه كده عشان تطلع معانا كده ايه جميله ووشها محمر وحلو. شايفين الجمال بقى والطعمه حاجه كده جميله. يعني كفايه بس ريحتها كده وهي لسه بس ما استوتش. ريحه البيت بتبقى في منتهى الجمال بقى وانت بتعملي كده ايه العجين بقى وبتعملي كده الوصفات الحلوه دي. خلي البيت طعمه في منتهى الجمال، ريحته اصلي في منتهى الجمال. وطعم طبعا الحاجه بيبقى جميل قوي. طبعا احنا هنحرم نفسنا ليه بقى من الحاجات الحلوه دي اللي احنا اللي بنعملها بايدينا. نعمل الحاجه بايدينا كده في البيت تبقى جميله وتحفه واحلى مما تشتريها من بره بكتير. دلوقتي ممكن بقى ايه نرش بقى ايه عليها ايه شويه سكر. اللي عايز طبعا يرش شويه سكر يرش يعني براحته بقى. انا ارش عليها شويه سكر بتدي بقى ايه شكل جميل قوي وطعم حلو قوي للايه البريوش ده. رش كده رشه بسيطه كده هيطلع بقى بتدي كده ايه طعم جميل قوي وشكل في منتهى الجمال بقى. ويستحسن السكر مش سكر ناعم اللي هو السكر الخشن اللي هو السنترفيش ده، يبقى ده حاجه كده حلوه قوي. نرش كده عليه. شايفين بقى الجمال والحلاوه بتاعته. هرش بس على الصينيه دي عشان التانيه بس هدهنها بيض خلاص. عشان ايه ممكن حد يكون مش عايزها بسكر، في حد يعوزها بسكر فايه براحته كده. هدهن بقى الصينيه التانيه بالبيض باللبن قصدي وخلاص على كده. وادخلها طبعا الفرن بقى على درجه حراره 200 كده في الرف اللي في الوسط عشان ما تحرقش مننا. واول ما تطلع طبعا هوريها لكم واشوف هنعمل ايه تاني ايه في اللي هو ايه هنحط عليه لبن بس. دلوقتي حبايب قلبي شايفين بقى البريوش لما طلع جميل ازاي. شايفين يعني حاجه تحفه كده. شايفين السكر عليه عامل زي الالماظ. شايفين جميل ازاي. ودلوقتي ده طبعا اللي احنا بقى عاملينه مش حاطين عليه حاجه. ممكن نعمل منه بقى ايه يعني ندهنها مثلا هي لسه طالعه بقى من الفرن ندهنها كده سمنه بلدي
او اي نوع سمنه عندك، يعني مش شرط سمنه صفرا، سمنه بلدي، اي حاجه. تحطي عليها بقى شويه سكر كده، تبقى حاجه كده اخر جمال. نرش عليها كده شويه سكر، تدوقي بقى طعم دي، يبقى دي طعمها ايه، تحفه بالسمنه كده بالسكر، حاجه كده في منتهى الجمال. نعمل معاكم كمان واحده اهو، يعني وهي لسه طالعه من الفرن كده تدهنيها سمنه عشان تتشربها بسرعه، وتدهنيها بقى ايه كده حلو كده، وترشي عليها بقى ايه شويه السكر كده، تطلع معاكي حاجه تحفه وحاجه في منتهى الجمال. شوفي انت بقى الكميه اللي احنا عاملينها دي، لو انت بتشتريها من بره هتشتريها بكام؟ شوفي انت عاملاها في البيت بنظافه وخدماها وحاجه كده اخر جمال. نعمل كمان واحده بالسمنه، كله غذا لاولادنا وكله حاجه حلوه لاولادنا وحاجه كده في منتهى الجمال. شايفين الجمال؟ دلوقتي بقى هتبرد ونطلعها بقى من الصينيه واوريها لكم بقى ايه شكلها الجميل بقى كده ايه بعد ما طلعت. اديكم شفتوا كده ايه جميع الاشكال اللي احنا عملناها عامله ازاي. شايفين اخر حلاوه ازاي؟ مفيش بعد كده بقى. يا جماعه خلصنا خلاص الوصفه بتاعتنا، واديكم شايفين بقى البريش بجماله وطعامته، شايفين عامل ازاي، اللي بسكر واللي بالسمنه والسكر، كله شكله جميل وشكله تحفه وطعمه طبعا في منتهى الجمال. يعني طبعا لو انت بتشتري الكميه دي من بره، شوفي بقى انت هتشتريها بقد ايه. انت عملتيها في البيت اهو جميله ونظيفه وحلوه وطالعه معاكي في منتهى الجمال واحلى من بره كمان بكتير. واسمك فرحتي ولادك وعملتي ايه حاجات حلوه في البيت تفرحي البيت كله، وريحه البيت بتبقى جميله كلها خير كده وطعامه. وان شاء الله بقى الوصفه تعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير بقى، ومتنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، فعلوا الجرس بقى عشان يوصل كل جديد. واشوفكم ان شاء الله بقى في وصفه جديده مع مطبخ هند. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.